كتير قوي يقولوا ايه، انا مش عايز يبقى عندي مدير، انا ما مش حابب كده، وما احبش حد يقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه، وانا عايزه ابقى انا بتعامل مع نفسي. بصي مش هينجح، لان هو ما فيش واحد بيعمل فكره لوحده ويخلصها ويقنع بيها الناس ويجيب عليها فند وبعدين ياخد عليها جايدنس وبعدين ينزلها الماركت وبعدين يبيعها. مش هيحصل. الحلقات اللي فاتت من ستارت اب سينك اتكلمنا عن الفكره وازاي تنفذها وتخليها ستارت اب ناجح تقدر تديره. كمان اتكلمنا انه ازاي تقدر تعلى بالفكره دي وتحولها لكوربريت. لكن في الحلقه دي احنا بنتكلم اكتر عنك انت، عن صاحب الفكره او صاحب المشروع، شخصيته المفروض تكون عامله ازاي، او ازاي يستفيد منها في اداره فكرته، وهل ممكن اصلا يديرها ولا مش ده احسن قرار. كل ده هنتكلم عنه في الحلقه دي، ومكملين مع الباشمهندس احمد حماده، نائب الرئيس التنفيذي لاحدى المجموعات الاستثماريه في الخليج ورئيس تنفيذي لعده شركات، وكمان عضو في المجلس الاستشاري لشركه اضافه. اهلا بحضرتك باشمهندس، منورنا في ستارت اب سينك، ومكملين معاك في الحلقه الثانيه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. في الاول عايز اعرف من حضرتك ازاي بتساعد شركه اضافه، ايه الدور اللي بتقوم بيه معاهم؟ انا في المجلس الاستشاري وبتشرف يعني اكون في المجلس الاستشاري بتاع شركه اضافه. وطبعا الدور بتاعنا هو الدور التوجيهي. احنا هنساعد الشركات. اول حاجه دي نقطه مهمه جدا، ان احنا نساعد الشركات الناشئه الستارت ابس بحيث ان هم يقدروا يتطوروا يكبروا، ان هم يحققوا مكاسب وارباح. الحاجه التانية ان احنا نكبر عدد الشركات. الحاجه الثالثه ان احنا دايفرسيفاي بقى ونبدا نجيب شركات، او نبدا يعني نسمح لشركات اخرى انها تنضم للاضافه في قطاعات مختلفه عن القطاعات اللي موجوده دلوقتي. يعني الموضوع ده طبعا مهم جدا، ولكن انا اعرف عن حضرتك انك كمان بتدرس بزنس سايكولوجي او درست بزنس سايكولوجي، والحقيقه مش عارفه ايه الرابط ما بين المجالين، انه حضرتك تكون بتقوم بالدور ده وكمان تكون عندك علم في الحته دي. فعايزك تشرح لي ايه اللي خلى حضرتك من خبرتك تقرر انه تعرف اكتر عن البزنس سايكولوجي. البيزنس سايكولوجي بتدرسي علم نفس الاعمال او سيكولوجيه الاعمال. في الحقيقه الاعمال بتتنفذ ببني ادمين وبتخدم بني ادمين، فالسلوك البشري في الموضوع ده من اهم الحاجات. يعني لو الواحد هيغفل السلوك البشري هيبقى عنده مشكله كبيره، لان انت بتتعامل وبتدير وبتساعد وبتخدم وبتبيع او بتقدم خدمات للبشر. ففكرة انك انت تبقى فاهمهم دي من اهم الحاجات الحقيقة اللي انا شايف انها يعني المفروض الناس كلها تديها اهمية. مش شرط يعني كل الناس تدرس دراسة أكاديمية للموضوع ده، بس على الأقل لازم تدي له أهمية. لا ده موضوع مهم، أنا من وجهة نظري ده مهم جدا. لو أنا صاحبة ستارت اب، الأولى أو أبدأ بإيه الأول؟ إنه أنا أفهم نفسي ولا أفهم الكاستمرز المستهلكين؟ لا أفهم نفسي الأول عشان أقدر أحقق الفكرة كويس. الحقيقة أنا موجود على بورد كمان بتاع أكتر من شركة، فشفت كتير شركات كبيرة ناضجة، شفت شركات ناشئة، شفت شركات في مراحل كتيرة مختلفة، شفتهم من كذا موقع. يعني في شركات انا بديرها بنفسي، في شركات انا مجرد بسوبرفايز عليهم، في شركات انا موجود على البورد بتاعها، فبنشوف الاجهزه التنفيذيه فيها بتشتغل ازاي. يعني كل شركه او كل مكان حضرتك تبقى موجود فيه بتلعب فيه دور مختلف. فدون خلاني ابقى متاكد ان سيكولوجيه الاعمال مهمه جدا. مش اهم من، يعني مش بنقول ان هي الحاجه الوحيده المهمه، ولكنها هي حاجه مهمه جدا. خلاص طبعا ده مش كافي ان انت تقدر تدير شركه، ده مش كافي ان انت تقدر توجه شركه، ده مش كافي ان انت تقدر تنجح في شركه، بس هو جزء مهم عشان يساعدك. الخبره العمليه، الخبره ان انت يكون عندك خبره واسعه، يعني برود اكسبيرينس تبقى موجوده في قطاعات مختلفه، عندك خبره قطاعات مختلفه برضو، ما تبقاش حاكم نفسك في قطاع واحد. اذا كنت عايز تشتغل في الاستثمار وفي الستارت ابس وتكون موجود مع الفي سيز والكلام من ده، فمهم جدا انت تكون شايف يعني قطاع اوسع.
طب انا لما احب افهم نفسي زي ما حضرتك قلت انه ده جزء مهم ولازم يكون موجود، اقدر ازاي اوظف الحاجات الكويسة في شخصيتي انه استفيد منها في مشروعي، وبرضو الحاجات اللي انا عارفة انها مش هتضيف لمشروعي كويس ازاي اقدر اخلي حد تاني يعملها بدالي؟ برضو قرار صعب. صح. هو انت الحقيقه جاوبتي، يعني انت جاوبتي على السؤال. ان هو لو انا في حاجه ما اعرفش اعملها، اخلي حد تاني بيعرف يعملها. او لو في حاجه شخصيتي ضدها. الاول خلينا نتكلم عن الستارت اب. ايه الشخصيه المناسبه انها تكون موجوده في الستارت اب؟ دي شخصيه لازم تكون شخصيه بتاخد ريسك، مش ضد ان هي تاخد ريسك، مش بتخاف من الريسك. تانية، تكون شخصيه بمستعده انها تبذل مجهود ومجهود كبير، لان الحاجه في اولها. شخصيه تكون قادره على ان هي لما تفشل تكمل نجاح تاني، ما بتكتئبش، ما بتوقفش شغل، ما ما بيعطلش. بتعطلش زي ما حضرتك بتقولي، يقدر يقوم ويكمل شغله ويشتغل. خلاص، ده مهم جدا، انه مش هينجح من اول مره، خلاص، وهيتعب كتير. شخصيه تكون قادره على اقناع الناس. خلاص، شخصيه تكون اصلا مقتنعه بالفكره بتاعتها، ولما تقتنع بالفكره بتبقى مقتنعه. يعني لازم يكون مدى قناعته بفكرته، وهو داخليا لما بيقتنع بفكره بيقدر يتمسك بيها، مش ضعيف. الحاجات دي حاجات مهمة جدا، خلاص، علشان رائد أعمال يكون رائد أعمال، عشان الشخص ده يكون رائد أعمال. حضرتك قلت نقط مهمة جدا، بس ممكن حد يسمعنا يقول طب هو في حد عنده كل دول؟ يعني في حد ممكن يكون قادر يدير مشروع كويس بس مثلا مش مقنع او ما يقدرش يتكلم قدام عدد مثلا كبير من كويس. الناس. حاجتين. أول حاجة، ما هو مش كل الناس عندها كل دول، ومش كل الناس تنفع رواد أعمال. فاحنا متفقين ان هي في الأول رائد الأعمال دون مش أي حد هيكون رائد أعمال، فهو لازم يكون فيه صفات يعني كتير ممكن تخليه، عشان كده مفيش منه كتير. النقطة التانية، مفيش أي عيب لو هو ما يقدرش يعمل التيم الصح، ويكون عنده الايموشنال انتليجنس السليم، ان هو يعرف يدير تيم ويجمع تيم مناسب، بحيث ان هو زي ما حضرتك كنت بتقولي، الحاجات يعني يعوض الحاجات اللي ناقصة في شخصيته. خلاص، ولكن الحاجة الأساسية خلاص ان هو بيكون ما عندوش مشكلة في ان هو يفشل وينجح ويقوم تاني ويكمل، وان هو يكون بيقتنع بالفكرة وبيثبت عليها، عشان هو هيقابل صعوبات كتير. زي ما قلنا، لما تقتنع بالفكرة وتثبت عليها، ده مش معناه ان انت مقتنع بالطريقة الوحيدة اللي انت بس مقتنع بفكرتك. بتاخد توجيهات كتيرة، ممكن الناس تبدأ تغير شوية، مفيش مشكلة، انما تكون انت بس مقتنع، ما تكونش كلمة توديك وكلمة تجيبك. مش عارفة حضرتك تتفق معايا ولا لا، بس كمان فكرة ان انا اديليجيت او اوكل حد انه يعمل حاجة انا ما بعرفش اعملها، دي محتاجة برضو صدق كبير مع النفس، انه اكون معترفة بده او معترف بده كصاحب مشروع. وفي ناس بتحرج قوي من الحكاية دي، يعني يخاف يعني يظهر قدام التيم انه لا انا ما بعرفش اعمل دي ومديها لحد تاني. بصي، مش هينجح، لان هو ما فيش واحد بيعمل الفكره لوحده ويخلصها ويقنع بيها الناس ويجيب عليها فند، وبعدين ياخد عليها جايدنس، وبعدين ينزلها الماركت، وبعدين يبيعها. مش هيحصل يعني. الشخص المناسب اللي هو فاهم ان دي اعمال. احنا برضو خلينا نعمل حاجه مهمه جدا، وانا مش عارف اللي هقوله ده ممكن يعني ايه يكون، مش عايزه يكون محبط، بس الستارت ابس مش مشاريع التخرج بتاعت الكليه. يعني فاهم، اللي بيعمل مشروع تخرج في الكليه ده دي فكره، واللي بيعمل ستارت اب انت داخل في عالم الاعمال، انت داخل تعمل بيزنس. خلاص، انت طالب من الناس انها تحط معاك فلوس، صح، وتدعمك. انت طالب من الناس انها تصدقك وتيجي تشتغل معاك وتيجي تقتنع وتيجي تساهم معاك، سواء كان الفريق، لو الفكره دي بتاعت فريق، او لو واحد وهيجمع حواليه ناس. تطالب من الناس انها تسهر معاك ايام طويله وليالي طويله وتشوف فشل وتقوم فلازم تكون فاهم ان الموضوع ده صعب. ده انت داخل بيزنس، انت هتعمل حاجه للماركت، وهتشوف كونسيومر يا يقبل الفكره يا ما يقبلهاش، ولو قبلها يقبلها بكام. خلاص، انت هتعمل يعني الموضوع مش فكره ان هو حاجه بسيطه تعالوا نجرب، حاجة بسيطة بتعالوا نجرب وخلاص، وانت مش مقتنع تماما، مش صح، وما انتش ملزم تعمله.
يعني لو انت ما فاكش المميزات دي او ما عندكش، مش عايزه حتى نقول مميزات، لان انت الصفات دي مش عندك، خلاص يبقى انت مش احسن حاجه. نيجي للنقطه بتاعت الديليجيشن عشان هي نقطه مهمه. النقطه دي بتفرق، انت عارفها فين اكتر؟ بتفرق لما الستارت اب يتنقل من ستارت اب لكوربريت. لان في الستارت اب طبيعي، من الطبيعي ان تلاقي واحد بيعمل اكتر من دور، وفي الستارت اب طبيعي ان الواحد يكون بيعمل الحاجه بايده، لان هو اللي لسه فاهم الفكره وهو اللي مؤمن بالفكره اكتر واحد، خلاص. ولو تنازل عن كده قد تكون الفكره مش هتطلع زي ما هو عايزها، او قد يكون الموضوع مش هيخلص. يعني احنا مش عايز اقول فكره زي ما تكون هي لسه بس مجرد فكره، يعني فكره المشروع اللي عنده، يعني المشروع مش هيخلص بنفس المنظر. فمهم جدا ان انت بقى وانت في المرحله بتاعت الستارت اب ده، اللي انت كنت بتعمل كل حاجه بايدك وبنيتها بايدك، خلاص، لما تيجي تروح للكوربريت تبدا تقف مع نفسك وقفه صادقه تماما وتقول هل انا افضل واحد يدير الكوربريت، يدير الشركه بعد ما بقتش ستارت اب ولا لا؟ طيب تعرف ازاي؟ تبص على ايه؟ تشوف والله انت بتعرف تديليجيت ولا لا، لان في الكوربريت انت هتديليجيت، مش هتعمل كل حاجه، لازم هتوكل شويه من المهام اكيد، لازم. دي شركه فيها مهام مختلفه، كل واحد يعمل مهمته وبيعملها صح بيزد على او بناء على خبرات كانت عنده وشغل عمله قبل كده. احنا زي ما اتفقنا احنا هنا بقى بنتكلم على شركه، خلاص. فدي شركه موجوده فيها موظفين شغالين، انت بتعرف تهاير كويس، انت بتعرف تعين ناس، عندك نظره سليمه في ان انت تقدر تقيم الناس اللي هيشتغلوا معاك، ولا ما بتعرفش؟ في ناس ما بتعرفش. طيب انت تقدر وتاخد، هل انت تقدر تشتغل في structured environment ولا تقدرش تشتغل في structured؟ يعني ساعات الساعات الستارت ابس بتبقى يعني كيس فيها عاليه، وده بيبقى مناسب جدا ليهم. انما بتروح للستراكشرد environment وستراكشر كلتشر، هل انت تقدر تشتغل في structured culture؟ يعني في ناس حضرتك شايف انه ما بتقدرش تشتغل في بيئة منظمة قوي، في ناس بتحب بيئة تكون متغيرة ومتقلبة كتير، والعكس طبعا. بالظبط، هو اللي يعني هو يحب ان هو يدخل على الحاجة ويعملها بنفسه، وبعدين يغيرها، وبعدين يقول فكرة، وبعدين يغيرها بعد 5 دقايق، وبعدين كده هو بيستريح، وكده هو بينجح، ودي طريقته، مفيش اي مشكلة. الكوربوريتس مش كده، خلاص. انت بتقود ناس في الكوربوريتس، بتبقى الحجم الاعمال اكبر، الفكره خلاص نضجت، فبقى زي يعني احنا لو الحلقه اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده عن امتى تسيب الستارت اب وتروح للكوربوريت، فانت خلاص بقى انت بقى عندك ديماند من الماركت، حاطط بروسس عشان ما يحصلش بوتل نكس، انت معين ليدرز في اماكن مختلفه، عندك سستينابل ريفينيوز، فلا انت خلاص انت هنا بقى محتاج تحافظ على الكلام ده. نقطه كمان، الريسك تيكينج بقى مختلف. اللي في الستارت اب ميزه، في الكوربوريت محتاج يكون مقنن. ما بنقولش ان هو ما يكونش فيه ريسك، ما فيش حاجه في الدنيا ما فيهاش ريسك، وانا ضد فكره ان الواحد يقول انا هشتغل من غير ما اخد ريسك، ده مش بيزنس، لازم يبقى فيه ريسك، وانا احب ان الناس تاخد ريسك. بالعكس، يعني انا شايف حتى ان انا شخصيا احب الريسك، بس لازم اكون عارف الكالكوليتد ريسك. انا هنا بشتغل في ستارت اب، انا هنا في كوربوريت، حجم الكوربوريت قد ايه، كبيره ولا صغيره كده. ولازم كمان اكون بعرف يعني اعرف اعمل موديل للشركه يناسب الطموحات بتاعت الشركه دي. والله انا في الاول ممكن تكون الشركه دي جايه شركه تعمل انوفيشنز، ومهم جدا فيها الانوفيشن والار ان دي مهم. طيب فلازم ابني ار ان دي ديبارتمنت، او اشوف اذا كنت انا هعمل اي فكره تانية، ان انا اتعامل مع شركات تانية او ستارت ابس تانية او شركات اخرى تساعدني في الجزء بتاع الار ان دي، او ان انا ابارتنر معاهم في الافكار الجديده. بس مهم جدا ان انا اكون فاهم ان انا كمان ما اعملش بيئه خانقه للار ان دي، خانقه للابتكار، خلاص. طيب هل ده بيتعارض مع البيئه الاستراكشرد؟ لا، فلازم اكون بعرف اعمل كده. في انفايرمنتس او في شركات مش الابتكار فيها مش هو الاساس، هم خلاص عندهم برودكت هيعملوه، في الحاله دي هيبعدوا. فكل دي حاجات مهمه جدا، لازم الانتربرونور او رائد الاعمال يشوف
لما يتنقل للكوربريت هيعمل ايه. وبعدين خلي بالك في نقطه كمان مهمه قوي، الراجل الرائد الاعمال بيبقى دايما مهم جدا لما تكون الشركه فيجن دريفن، يعني هو لازم يكون موجود، فرؤيته مهمه، ورؤيته هو ده اللي عايز يعمل بيها، وهو ده اللي هي دي الحاجه اللي عايز يطبقها جوه الشركه. لازم يبقى واضح هو شايف ايه من الشركه دي الكالتشر بتاعت الشركه. الكالتشر بتاعت الشركه مبنيه على فكره ان انت تكون متبني الفكره، وان الفيجن بتاعتك هي دي اللي بتقود الشركه تمام. فدون اللي هو الانتربرونور ليد اورجانيزيشنز. في بقى اورجانيزيشن ثانيه سي او بيديرها، ده راجل مهتم جدا بالبروسيس، مهتم جدا بالبريدكتابيليتي، مهتم جدا بان هو يكون بيعمل كالكوليتد ريسكس، عنده هيراركي من التيم، بيعرف يديليجيت. ده توجه تاني. فشوف كمان انت شكل الشركه هتبقى عامله ازاي عشان تقدر تشوف مين احسن واحد يكون على راسها. واحده من المهارات اللي بتبقى مطلوبه جدا في البيزنس هي ان انا اكون مبتكر. وكلمة مبتكر دي أو بقى innovative في حواليها معاني كتير، إنه أنا معناها إن أنا أعمل حاجة محدش عملها قبل كده، أو إن أنا لأ ممكن أطور من حاجة موجودة. ولكن السؤال الأهم هو لو أنا معتبرة نفسي إن أنا مش حد مبتكرة أو ما عنديش يعني الإبداع اللي أنا متخيلاه، هي دي حاجة إحنا بنتعلمها ولا يا إما موجودة أو مش موجودة؟ لا، هي طبعا الكرياتيفيتي حاجة ممكن تكون موجودة فينا من الأول، بس لو مش موجودة نقدر نكتسب المهارة. خلاص، نكتسب المهارة ازاي؟ بأننا نتعلم، بأننا ندخل انكيوبيتورز، بأننا نبدأ نعيش في الايكو سيستم اللي ينمي عندنا المهارة دي. في ناس بطبيعتها مبتكرة، انوفيتيف، كرياتيف، عندهم الملكات، عندهم القدرة على ان هم كمان يتطوروا، عندهم القدرة ان هم يشوفوا الحاجة اللي احنا مش شايفينها، عندهم القدرة ان هم يسألوا الأسئلة السليمة. ما بنعرفش او في حد ما عندوش المهارة دي. المهارة دي ممكن تكتسب، جزء منها كتير يكتسب بان انت تكون جوه مكان بيدفع للابتكار. فما بتروح تسأل حد، يعني مثلا في مديرين لما تيجي له بمشكله يقول لك ما تجيليش بمشكله، تعالي لي بمشكله وبثلاث اربع حلول ليها وتعالى نقعد نختار مع بعض. فهو هنا بيحفزك ان انت لا، تعالى نفكر، طب في مشكله، طب ايه الحل؟ مش هدخل له الا لما يكون عندي حل انت. او انت تكون موجود مثلا جوه انكيوبيتور، او يكون عندك كوتش يبدا ينمي اللي عندك الموضوع ده. حضرتك قلت موضوع الكوتشنج والمنتورنج ده اكتر من مره في الانترفيو، يعني قولي اكتر عن اهميته. هل حضرتك لمست او قابلت ناس عندها كوتشز وعندهم منتورز؟ كان ايه الفرق بينهم وبين الناس اللي ما بتتعاملش مع كوتشز او منتورز؟ يعني ما اقدرش اقول ان في فرق او ما فيش فرق، بس اللي محتاج كوتش وما خدش كوتش هيبقى عنده ديفيشنسي، اكيد هيبقى عنده نقص. يعني اللي في ناس محتاجه، وكلنا على فكره محتاجين. اصل فكره كوتش دي يعني لو نقصد بيها ان يكون حد ديديكيتد كده مخصوص، طبعا في ناس بتبقى عندها، او في ناس محتاجه، او في ناس ممكن ما يبقاش محتاجه. انما كلنا لازم يكون لنا امثله في حياتنا، كلنا لازم نبص على الناس اللي نجحت واللي حوالينا، حتى الناس اللي فشلت، عشان نعرف هم عملوا كده ليه. فاللي هو ما يعني المنتورشيب ساعات بيتفهم ان هو لازم يكون حد قاعد جنبي بيقول لي اعمل ايه. فعلا. لا المنتورشيب ده انا ممكن اعمله بالمشاهده، انا اللي اعمله مع حد، انا اشوف شخصيه ناجحه وابقى بشوف هو بيعمل ايه وبحاول بيفكر يعمل ازاي واتعلم منه. مش لازم اقلده، بس اتعلم منه. هو الحقيقه ان كمان المنتورنج والكوتشز حسب كمان الكلام اللي قلناه في الحلقات حتى قبل كده من ستارت اب سينك، انه من ضمن الاستفاده منها هي العادات المختلفه اللي بيكتسبها رائد الاعمال علشان يبقى احسن. فانا بسال حضرتك ايه العادات اللي بتشوف انها لو موجوده عند رائد اعمال هتفرق؟ يعني مش هقول انها هتخليه ناجح او هتضمن يعني له مسار معين، بس بتفرق معاه. احنا اتكلمنا عن شويه منهم اوريدي، وقلنا بعض الحاجات دلوقتي واحنا بنتكلم ان هو يكون بيعرف يديليجيت، بيعرف يتكلم مع الناس، بيتفهم. بس في حاجه مهمه برضو، يعني السؤال كده وانت بتساليه يعني جت كده، فكره الايموشنز كتير قوي في الورك سبيس مقلقه، لان الايموشنز بتطلع وتنزل. طبعا. فلو تعالي كده نتخيل ان في حد بيشتغل بالايموشن، بالمشاعر، فمشاعره دايما بتغلب عليه، فبيكون مبسوط تلاقي الايموشن طلع كده، وبعدين زعل تلاقي الدنيا. ده
في مقابل واحد شغال بالهابتس وبالبروسيس، فهو بيتحرك على طول في خط ثابت ما بيغلبش المشاعر، لان المشاعر بتختلف. خلاص. وانا بشوفها كتير في الشركات في الكوربريتس، حتى والناس بتتكلم يجي واحد يقول لك ايه، او واحده تقول لك، او ناس تتكلم وات ايفر، يعني انت في ميتنج انا مش انا حاسه ان هو مش عارف ايه، انه انا مش عايز حد يقول لي انا حاسه يعني فاهم؟ مش هو ده المطلوب. خلاص. هو ممكن يكون بنعمل كده عشان هم مش عارف، مش مبسوطين من كذا، مش ده الحاجات دي مش المفروض انها تكون بقدر الامكان موجوده، لازم تقل. خلاص. احنا بنشتغل في اماكن خلاص بتحكمنا بروسس، مش حاسه ومش حاسس وشكلها عامله كده، والموضوع دون يعني مختلف وما يقدرش يتمسك وما يقدرش كمان يتحكم. فانا النهارده لما انا ما اقدرش اقيسه، فلما انا النهارده اكون قاعد بدير شركه مثلا فيها 1000 موظف، ال1000 موظف دول انا مثلا ده رايح اديهم زياده اخر السنه، هديهم الزياده السنويه. خلاص. لو الناس بدات تشوف انا حاسه وانا شايفه وممكن يكون واصل ده مش هي، لازم يكون الناس فاهمه لا احنا ما بنتكلمش بالمنظر ده، احنا بنتكلم ان احنا عندنا مثلا نعمل performance appraisal اخر السنه، بنقيم الموظف، بنشوف مش عارف ايه، بنشوف إيه وبنقيسه على كذا، على يعني على كذا دايمنشن، يعني كذا وحده قياس او كذا بعد، على كذا بعد، ونشوف الدايمنشنز دي بنشوفه على البعد اللي هو التقني بيعمل وظيفته كويس، بنشوفه بيكلم زمايله ازاي، بنشوفه بيتعامل ازاي، وبنقيم. خلاص. انما ان انا انت تقعدي في اجتماع مثلا وتلاقي الناس بتتكلم انا حاسس ان احنا ما كانش المفروض نقول كذا لان دون ممكن يكون زعل مش عارف ايه، لا الكلام ده كله كلام مش مبني على فاكتس. ولو الادارات هتبدا تاخد قرارات بيزد على كده هتبقى قرارات مش مظبوطه. ايه اللي يثبت ان انت الناس مش مبسوطه؟ ايه اللي يثبت ان الناس مش خلاص؟ فالحاجات دي مش حاجات مهمه. انا مش بقول ان المشاعر مش موجوده، انا بقول ما تكونش هي المتحكم الوحيد في القرار. المشاعر موجوده، لازم اتقبل ان في ايموشنز. المدير الشاطر لازم يكون فاهم ان هو بيتعامل مع بشر مش مع مكن، فالبشر عندهم ايموشنز فهو يقدر يتعامل معه. انما ما يخليش الورك سبيس مبني والكالتشر كلها مبنيه على ان احنا ايه ده تلاقيهم هيزعلوا لو عملنا، لا احنا لازم نفكر ازاي ما يزعلوش بشكل رسمي، ازاي ما يتضايقوش بشكل حقيقي. حضرتك قلت جملة يعني اعتقد انها هتلمس ناس كتير قوي، ان المدير الشاطر بيتعامل مع بشر مش مع مكن. صح. اظن الجملة دي ناس كتير قوي بتقول لازم ابقى فاهم ان هو ممكن يتضايق وممكن يكون دلوقتي زعلان، والنهارده لو هو عمل حاجه ومضايقاه او مشاعره غالبه عليه مزعلاه، انا اتفهم ده كله مفهوم، مش هو ده اللي بنتكلم فيه، ونتعامل معاه ونكون متفهمين جدا جدا جدا. اللي انا بقوله ان ده ما يكونش هو الحاجه اللي انا باخد بيها قراراتي. انا زعلان النهارده فهروح اعمل كذا، انا مبسوط النهارده. محتاجه حاجه تكون ثابته اكتر شويه، ما تكونش متقلبه قوي كده. انا وانا باخد قراراتي ما اخليش مشاعري هي اللي تاثر فيها. خلاص. لازم اكون اكثر واقعيه، لان احنا بنتعامل مع ناس، احنا بنتعامل مع اعمال. انا في ناس ائتمنتني، وانت مدير، في ناس ائتمنتك على فلوسها. خلاص. انت بتدير فلوسها. في ناس ائتمنتك على شغلها، مسؤوليات كتير جدا. في ناس اللي جات اشتغلت معاك دي بتشتغل عندك في الشركه بتاعتك او مش عندك، يعني بتشتغل في شركتك. طب لو انت خدت قرار غلط هم ممكن يكونوا بكره مش موجودين، فانت لازم فكل الحاجات دي لازم تخلي بالك منها. في كاستمرز معتمدين عليك، خلاص. في شركات تانية ممكن تكون بتاخد المنتج بتاعك عشان بتكمل بيه شغلها. فانا ما ينفعش ان انا النهارده زعلان فهقفل الشغل وبكره مبسوط فنشتغل. طبعا. اسمح لي اسال حضرتك، مين افضل مدير اشتغلت معاه في حياتك عموما، وليه بتعتبره انه افضل مدير؟ افضل مدير اشتغلت معاه هو بص انا الحمد لله، يعني دي نقطه مهمه. هو وعشان كده يمكن انا شايف ان انا يعني قدرت يكون عندي يعني خبرات كويسه في اماكن كويسه، ان كل المديرين اللي اشتغلت معاهم كانوا كويسين. انت عارفه ليه؟ كلهم. تعرفه ليه؟ لا ده حضرتك محظوظ بقى. ممكن اكون محظوظ او ممكن اكون حاجه تانية. ايه بقى حاجه تانية؟ انا وانا صغير اتعلمت، وانا في اول حياتي اتعلمت هاو تو مانج يور بوس. ازاي تدير مديرك. ايه ده؟ فانت دير مديرك. كل مدير
ليه طريقه، وكل مدير عايز ينجح، وانت لازم تبقى فاهم كده. خلاص. انا الحاجه، انا ما بقعد في اجتماع وساعات بشوف الكلام ده وحاجه ما ببقاش فاهمها. يعني فلنفترض ان انا وحضرتك قاعدين عند مدير حضرتك، خلاص، فتلاقيني انا ايه بحاول اثبت ان انا اشطر منك. تقدري تقولي لي ايه المبرر؟ هستفيد ايه؟ ده مديرك انت، مش مدير انا، ولا هيرقيني ولا هيزود لي مرتبي ولا هيديني اجازه، لان هو خلاص. بل بالعكس، انا لما اقعد معاكي عند مديرك احاول اوري له ان انت شاطره قوي، ما انا كده كده مش خسران حاجه. خلاص، بالظبط. انا مش خسران، انت اللي ممكن تستفيدي. فلو انت فعلا كويسه انا اقول دي كويسه وعملت وعملت وعملت، خلاص هو يستفيد. لما اقعد انا مع مديري، انا مهم بالنسبه لي مديري هو اللي، فاداره المدير دي برضو نقطه مهمه. ده مش معناه انك بتقول حاجه غلط، بس ده معناه ان انت فاهم انت عايز ايه. انت المدير عايز ايه؟ المدير عايز ينجح، صح؟ طبعا. انت عايز تنجحه وساعدته على النجاح هيحبك، ما ساعدتوش على النجاح مش هيحبك. خلاص، ما عرفتش تدخل للمدخل ده، يبقى انت عندك قدرت هنا بقى حصل بريك في الكوميونيكيشن، او سيب الشغل، ده موضوع تاني. انما المدير عايز ينجح، وانا مقتنع ان كل واحد عايز ينجح، فانا حاطط دي في دماغي. انا مش بقى حاطط في دماغي المشاعر بقى ان في واحد يعني شيطان لمجرد ان هو عايز الناس تكره، ده ما بفكرش بالطريقه دي. خلاص، ولو في موجودين ناس زي كده خلاص. يعني حضرتك بتنحي مشاعرك شويه؟ لا، بنحي فكره ان يكون دايما في سوء نيه شديد، او ان في واحد هو جاي يستقصدنا وجاي يزعلنا. انا ما بفكرش كده، انا دايما بفكر ان هو عايز ينجح، بس هو ليه طريقه معينه. خلاص، خلي بالك ان انت، تعالي نرجع بقى للستارت ابس والانتربرينورز لما نيجي ندخل على ما هو ده نفس الموضوع. يعني انا برضو، لان في كل الاحوال احنا بنتعامل مع مدير. بالظبط كده. في بايسز في الشخصيات. خلاص، ففي واحد شخصيته كونفيرميشن، عنده كونفيرميشن بايس، كل ما يقول فكره عايز يطمن ان الناس اللي حواليه كلها موافقه على الفكره دي. أوكي. ما بيعرفش يشتغل الا كده. في واحد تاني عنده، انا بس مش عارف يعني، اوفر بيرد، اللي هو مقتنع ان لازم الناس تشتغل لغايه ما يجيبوا اخرهم. خلاص، لان هو خلي الناس يحصل لها احتراق في الشغل. في واحد ثالث شايف ان هو اوفر كونفيدنت. ليه كل الكلام ده؟ لان ده جاي من الستارت اب. هو ده كان شخص عمل فكره، جات له فكره، عرف يجيب عليها فند، عرف يقنع بيها في سي، عرف يشغل الشركه، عرف يعين الناس، عرف يكبر. فالراجل ده واثق في نفسه ثقه زايده. ودي واحده من المشاكل اللي بتقابليها لما الناس بتوع الستارت ابس هم اللي بيمسكوا الكوربريتس بعد كده. واثق في نفسه جدا، نجح كل النجاح ده، فهو شايف ان هو شاطر. خلاص، طبعا. الاوفر كونفيدنس ده في الكوربريت مختلف، انت ممكن تضر البتاع وممكن تبقى كويس. نفس الكلام في الناس اللي هي بيبقى مثلا واحد هو شايف ان هو سهر الايام وسهر الليالي، وعشان يطلع بفكرته ما كانش بينام كويس جدا، فهو عايز كل التيم كده، غير كده يبقوا ما بيشتغلوش. فلازم نكون بس فاهمين نفسنا، لازم نقرا نفسنا. فعشان كده السيكولوجي مهم، ان الواحد يقرا نفسه، يبقى فاهم هو بيحب ايه، هو بيشتغل ازاي. مش لازم الناس تشتغل بالطريقه اللي هو بيشتغلها، مش لازم. هو مهم جدا ان هم ينجحوا وخلاص، كل واحد ليه طريقته في الشغل وخلاص. شايفة أكتر حد مركز على نفسه، بيفصل نفسه عن أي حاجة تانية، مش منشغل بالناس اللي حواليه، بتفكر إزاي قد ما هو منشغل هو يقدر يحقق اللي هو عايزه إزاي، ويدخل الدخلة الصح إزاي مع الشخص اللي قدامه، ويبقى في توافق في الرؤى دي واحدة. وحتى لو هو مش عايز يفصل، أصل بصي كلمة يفصل نفسه عن الناس ساعات تتفهم صح وغلط، أنا فاهم حضرتك تقصدي، بس هو لا، أنت ما بتفصلش نفسك عن الناس، بس أنت ما بتخليش رأي الناس يأثر فيك. مؤثر أوي. خلاص، أنا مش عايز الناس تأثر فيا. أنا شايف إذا كانوا هيدوني يعني نقد بناء هستخدمه، توجيه هستخدمه، لأن أنا عايز أبقى كويس. في الستارت ابس النقطة دي بتبقى مؤثرة جدا، لأن لسه ما فيش القاعدة اللي بتدي للرائد الأعمال الثقة في مشروعه. صح. يعني ممكن يكون لسه ما باعش كفاية، لسه ما حققش النجاح اللي هو ممكن يخليه يثق في المشروع اللي هو بيعمله، فهنا ممكن يتهز بسرعة من آراء مختلفة، أو لو مثلا في سي رفضته، أو فرصة تعاون ما تمتش زي ما هو متخيل. إزاي يكتسب الثقة دي بس بطريقة واقعية؟
احنا فاكره كنا اتكلمنا واحده من الحاجات المهمه في شخصيه رائد الاعمال ان هو يكون ريزيلينت، ان هو يكون لما فكره بيحصل فشل هو بيقدر يتقبل ويتعامل مع الفشل ده. دي نقطه مهمه صدقيني، من غيرها مش عارف يتقبل. فلو هو بتحصل ازاي يتعلم الكلام ده، لازم يعني يحيط نفسه بقى بالتيم المناسب اللي يقدر يعني يديله السبورت، يديله المساعدة اللي هو محتاجها. والحاجة التانية ان هو يبقى فاهم جدا ان فكرته لو هو ما تمسكش بيها كفاية محدش تاني يتمسك بيها، هي اصلا الفكرة ما لسه احنا بنعرضها، فهو لازم يتمسك بيها اذا كان هو عايز يعني. طيب حضرتك يعني اتكلمت اكتر عن الادوار اللي مفروض انا ابقى عارفة ايه الدور المناسب ليا انا اعمله او لأ، ولكن كمان الموضوع ده ممكن حتى لو انا مش هقوم بإدارة المشروع بتاعي، بس ممكن اكون انا مش عارفة اختار الشخص اللي هيدير، واذا انا عندي مشكلة دي ممكن ده بيبقى له علاقة بانه انا كمان ما كنتش عارفة قوي اختار التيم، لان انا اذا مش عارفة اعين فانا مش عارفة اعين في العموم. مظبوط. الامور دي بتتحل ازاي؟ يعني هل بتكتسب؟ شايف ايه؟ انا شايف ان هو برضو خلينا نكون بنتكلم في ان انت خلصت مرحلة الستارت اب ونجحت، فانت داخل على كوربريت، فمعنى كده ان انت بقى عندك خبرة مناسبة ان انت على الاقل تقدر فاهم الشركة اللي في ايدك، فاهم الستارت اب اللي في ايدك. فما انتش لسه يعني في الاول خالص، انت خلاص انت نضجت بدرجة ما، ومحتاج بقى تبدأ تشوف انا النهاردة نوع الشركة دي ايه، تشتغل في انهي قطاع، حجمها عامل ازاي، حجم تعاملاتها عامل ازاي، مين هم الكلاينتس بتوعها في انهي سيجمنت، وابدا اشوف ناس عندها تراك ريكورد في الجزء في الموضوع ده وتتبنى فكرتي. ما هو برضو ما ينفعش يكون واحد شايف ان دي مش احسن ستارت اب، وان المنتج بتاع الستارت اب ده مش هو افضل حاجه. لازم يكون حد كمان متبني عنده نفس الفيجن بتاعتي او مقتنع بالفيجن بتاعتي، واروح هو ده الشخص اللي نقي. انا مش هروح نقي شخص يكون علاقتي بيه كويسه او هو بيصدق على الكلام اللي انا بقوله. تعيش شخص مهتم جدا كمان ان هو يكون عمل الكلام ده قبل كده او عمل حاجه شبهه قبل كده، فيقدر ينجح وياخد الشركه ويكبرها. واحنا عندنا امثله كتير، احنا عندنا امثله كتير في اوقات الناس اللي بدات الشركات مش هي اللي كملتها. مايكروسوفت كانت كده، ابل نفسها كانت كده، يعني في فتره من فترات ستيف جوبز ساب الشركه وسابها لسي او تاني، لما رجعوه لما قرروا ان هم عايزين بقى يروحوا ويبقوا مور انوفيتيف رجعوه، فده القرار السليم. احيانا في مستوى معين من الشغل او من الاعمال لما بتوسع قوي بيبقى صعب على الشخص انه يديره، وانه ممكن يديره لغايه مرحله معينه. بس انا عايز اسال حضرتك بشكل شخصي، لو ممكن تحكي لنا برضو تجربتك الشخصيه لما دخلت عالم الاعمال، ولما حضرتك بدات تاخد بوزيشنز او مناصب اداريه واصبح ليك دور اكتر فعاليه عن اول ما حضرتك بدات. احنا متفقين ان عملية التعلم دي ما بتوقفش، وانه الواحد بيتعلم على طول. حضرتك عملت ايه علشان تقدر تشتغل على شخصيتك في عالم البيزنس تحديدا؟ طبعا الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول، ان انت بتدرس وبتتعلم وبتشوف، ده اكيد. بس المهم كمان ان انت تعمل الحاجة بايدك. يعني بص، انا او دي تجربتي الشخصية، يعني انا تجربتي الشخصية ان انا كل حاجة كنت شايف ان انا محتاج ان اعرفها رحت عملتها بايدي. عملتها بايدي، فاشتغلت عليها بايدي بحيث ان انا ابقى فاهم الحاجه بتعمل ازاي. طب انا هنا مش بتكلم، عشان ده مهم جدا ان احنا نفرق ما بين ان انت تدير فتروح تعمل حاجه بايدك للناس، لان ده مايكرو مانجمنت وده غير مطلوب خالص، غلط اكس، محدش يعمل كده خلاص. انما احنا بنتكلم في ان انت لما تكون محتاج تبقى يعني متوسع في قطاعات كتيرة وعايز تشوف حاجات كتيرة، ما تدخلش وتشوف الحاجة من على الوش خلاص. انا شخصيتي ان انا، او انا اللي حصل معايا ان انا لا،
دخلت في كل موضوع قعدت فيه، اتعلمته كويس، اتعلمت شفته. في وقت من الاوقات انا دخلت قطاع من القطاعات ما كنتش اعرف عنها حاجه خالص، رحت شفت الكومبيتيتورز وكنت بروح ازور شركاتهم او كنت بروح اشوف مؤسساتهم واقعد فيها واشوفها بتشتغل ازاي عشان اتعلم، عشان ابقى فاهم هم بيشتغلوا ازاي. اروح ازورهم مجرد زي ما اكون كاستمر، يعني زي ما بس اكون. ده نتيجة فهم جيد من حضرتك لنفسك، انه حضرتك عارف انه الطريقة اللي انا بتعلم بيها ان انا اعمل الحاجة بايدي، وده اضاف كتير. لكن في ناس مش عارفة نفسها بتتعلم ازاي بافضل طريقة. صح. هو بصي، هو دون حاجتين. اول حاجه فهمك لنفسك وتبقى فاهم انت بتتعلم ازاي. الحاجه التانية ان انت تبقى فاهم، يعني انت ممكن يكون في حاجات انا اقدر اتعلمها مجرد ان اقراها، وفي حاجات انا بقدر اتعلمها بالمشاهده. بس انت لازم نقطه مهمه تكون فاهم برضو ومقدر اهميه الاكسبيرينس. خلاص. بص انا هديكي مثال كده مهم. تخيلي، تعالي نتخيل مع بعض، حتى ما يبقاش مثال، تعالي نتخيل مع بعض ان احنا جبنا شركه جديده، اوكي او جبنا فريق كوره جديد. اوكي خلاص هنفتح نادي جديد بكره وهنجيب فريق كوره، فروحنا جبنا احسن لعيب من الفريق ده، واحسن لعيب في الفريق ده، واحسن لعيب في الفريق ده، وفي احسن مركز من المراكز من كل الفرق اللي حوالينا، وحطيناهم مع بعض. مش هيطلع احسن فريق في الدنيا، مش ليه؟ هيطلع، لان هم الماتيوريتي لسه ما الماتيوريتي والانسجام لسه ما حصلوش، يعني ولا هو النضج ولا هم منسجمين. في حاجات ما بتجيش الا بالتجربه، في حاجات ما بتجيش الا بالوقت. خلاص. بالوقت. ولازم ما نغفلهاش. مش معنى كده ان احنا ما نقدرش نسرع، بس معنى كده ان احنا لازم ناخدها في حساباتنا، ما نضحكش على نفسنا. في حاجه بتيجي بالوقت، بنتعلمها بالوقت، بتاخد وقتها عشان تنضج. طب انا شاطر، انا ذكي، انا عملت اكتر، ممكن اقلل الوقت، انما مفيش حاجه اسمها الوقت صفر. في بعض الحاجات ما ينفعش، في حاجات محتاجه وقتها، تاخد شويه وقت، يقل شويه، نقدر نعمل ورك اراوندز بحيث ان هو ما يطولش، مفيش مشكله. بس في عنصر الوقت عنصر، وعنصر الخبره عنصر برضو. في حاجات لازم اخدها بالخبره واشوفها. خلاص. انت دلوقتي عندك اون ذا جوب تريننج، دي حاجه مهمه قوي. تقدري تقولي الطيار اللي بيطير بالطياره وبيبقى في ارواح الناس معاه، ما ولا بيتعلم نظري بس، خلاص، ولا بيقعدوه يحكوا له كل، بيبقى بيدخل سيميليتور وبيقعد يجرب، وبعدين طبعاً. بيركب مع حد، وبعدين بيبقى الطيار الاكبر هو اللي بيسوق وهو اللي بيطير يعني، وهو توان بيساعده. فهو كده ما ينفعش ان احنا نغفل كده، نقول احنا هنجيب اذكى واحد في الدنيا وهنديله الكورس وبعدين هنسلمه ارواح الناس. مش هيحصل. نفس القصه في الدكتور. ف في يعني لازم ما نغفلش القصه دي. فتاني نرجع تاني للحته بتاعت ازاي الناس، في ناس ما بتعرفش هي بتتعلم ازاي، دي عندها مشكله. لازم تبدا تشوف منتورز، يا اما بقى تروح تشوف منتور، تقعد مع منتور يساعدها، كوتش، او ان هو يعمل لنفسه يعني يشوف لنفسه هدف، مثل اعلى في الحياه، سواء بقى كان في الشغل، سواء كان في حياته الشخصيه، سواء كان في حياته اجتماعيه، يعني بشكل اجتماعي. بس هو لازم يشوف حد يقدر هو يحس ان الشخصيات متقاربه، ويشوفه، ويكون طبعا مثل ناجح، ويشوف المثل ده بينجح ازاي وبيتعلم ازاي ويتعلم ازاي. يعني وجود حد مصدر توجيه او مصدر الهام او مثل اعلى، ده ممكن يضيف يفهمني نفسي، يفهمني ايه طبيعة العمل اللي انا اقدر اشتغل فيها، انا ممكن اتعلم ايه افضل في المرحلة اللي انا فيها. ده اللي حضرتك تقصده. دون طريقه من الطرق لو ما كنتش عارف تفهم نفسك. دي طريقه من الطرق، او طريقه هو حتى لو عايز تفهم نفسك وعايز تاخد خبرات اخرى، في طريقه اخرى ان انت تكون صادق مع نفسك، وده اسهل. طبعا. بس في ناس ما بتعرفش، يعني لازم تكون صادق مع نفسك، لازم تشتغل وبعدين تفشل، وبعدين لما تفشل ما تبقاش ضد النقد، فلما تاخد النقد تتعلم منه وتكبر منه وتتعلم منه وتستفيد منه، بحيث انك تكبر وتتطور من مرحله لمرحله اخرى. ولازم تكون صادق. لو انت ما بتقبلش النقد، تبقى عارف انك ما بتقبلش النقد، ما تقعدش تقاوح. يعني ممكن تبقى بينك وبين نفسك انا دي مشكله عندي، النقد مش قادر اقبله، فلما اسمعه ما اعملش رياكشن، رد فعل عنيف دفاعي ودفاعي ضده وخلاص، لمجرد ان هو كده. احاول اهدى بقى
وخلاص انا فاهم ان ده بيزعلني، ممكن ده بيكئبني، ما فيش مشكله، بس المهم ابقى فاهم ان قد يكون ان الزعل ده مش ان انا ما فيهاش الحاجه دي، لا الزعل ده موجود ان انا اللي ضد الضغط، فاحاول اتقبلها، ادرب نفسي ده جزء كبير من شغل الواحد على نفسه الحقيقة. بس لفت نظري ان حضرتك قلت ان في حاجات ما بتجيش غير بالوقت، لازم يمر وقت معين في التجربة، لازم امر بحاجات معينة في التجربة عشان اتعلم. هل ده معناه ان حضرتك مش بتؤمن قوي بالنجاح السريع اللي في شباب كتير بتؤمن بيه، او بتحس ان انا ممكن اعمل مشروع وانجح بيه واوصل لمراحل عظيمة جدا في وقت قليل قوي قوي، واحيانا بيبقى فيه أهداف ممكن تكون مش واقعية بيحطوها بعض رواد الأعمال في بداية تنفيذ مشروعهم؟ إيه رأي حضرتك في الجزئية دي؟ بصي انا زي ما قلت لك، هو انا مش مؤمن ان في وقت معين يحصل خلاص، فعشان ما يبانش برضو في ناس ممكن تنجح وتنجح بسرعه، مش ضد كل واحد له رحلته، ليه رحلته، بس لازم تبقى فاهم في رحلتك ان انت وانت بتنجح خلاص انت نجحت ونجحت في الحاجه اللي عملتها لانك وخدت بعض الوقت. طيب لو الوقت ده مش كافي وانت بتنجح، ده فكره كويسه جدا، دي حاجه عظيمه جدا، الحمد لله، نشكر ربنا، نكمل ونبقى فاهمين ان مع الوقت في حاجات تانية هتتبين لنا، هنطور ونحسن من نفسنا عشان نكمل النجاح ده. يعني اللي اقصده هي قصة مش قصة انا عايز انجح ولو انا نجحت بسرعة ما نجحتش بسرعة، اللي انا عايز اقوله هو حاجة مختلفة، ان الوقت مهم، نجحت قبليه والله ده كان كويس، فرصة ان انت تبقى مطمن شوية وان انت تشتغل على نفسك وانت بتؤدي العمل، الوقت يثقلك اكتر فتنجح. ما نجحتش تبقى فاهم ان انا لسه محتاج شوية وقت عشان انجح خلاص، وابقى فاهم ان الوقت هيديني ميزة اكيدة قدام. فلو انا النهاردة شايف ان انا قدامي فرصة ان انا انجح بسرعة، وقدامي فرصة ان انا انجح بس اخد شوية وقت عشان النجاح يكون سستينبل، انا شخصيا شايف خد وقتك. مشكلة كبيرة جدا حتى في الكوربورت لايف خلاص، وانا عارف ان الكلام ده ساعات في ناس بتقعد تأوله، معنى كده ان احنا لازم ناخد وقت، ومعنى كده ان الشباب الصغيرين مش هينجحوا. لا، الشباب الصغيرين هينجحوا يا جماعة، ما بنقولش لا، الشباب الصغير هينجح وممكن ينجح في وقت قصير، بس عامل الوقت مهم علشان قلنا الاكسبيرينس، والا يقدر يقول لي هو ليه بيروح لاكسلريتور وانكيوبيتور؟ عشان الاكسبيرينس بتاعت الناس دي طبعا. بس طب انا نجحت من غيرهم، برافو الحمد لله، فيري جود، بس ما يجي لك شويه وقت تاني هتنجح اكتر. الحاجه بقى اللي انا كنت عايز اقولها لك، ودي نقطه مهمه قوي حتى في حياه الكوربريت، ان ساعات بيجي حد يبقى عايز يترقى بسرعه، هو عايز بكره يبقى مدير، وعايز بعد بكره يبقى مدير المدير، والموضوع ده خطر جدا، مش بس على المؤسسه، ده خطر عليه. انك انت النهارده لو قدرت تعمل كده مش هتعرف تلاقي كده في بيئه الماركت. يعني انت لو انت شغال في مكان، شغال في شركه ترقيت فيها لاي سبب من الاسباب، ان المكان كان فاضي، ان الناس اللي كانت فوقيك مشيت وانت الوحيد اللي موجود، الشركه قررت ان هي مش عايزه تنفست في حد اكبر، انت نفسك من جوه لازم تقلق، لانك لو انت ما انتاش جاهز يوم لما الشركه دي تيجي تقول لك شكرا، انت مش هتلاقي مكان تاني ياخدك بنفس التايتل، مش هياخدك على نفس الدرجه. هو اصلا هل ده هدف واقعي؟ بالظبط، لان انت مش جاهز، فهو مش هدف واقعي ومش المفروض يكون هدف. يعني انا اصلا هو مش المفروض يكون هدف. هو انت الهدف ايه؟ الهدف ان انت تيجي تقول ان انا مدير، ولا الهدف ان انت تكون بتعمل شغلك كويس قوي؟ ودي نقطه مهمه، بتعمل شغلك كويس قوي. انا مثلا هقول لك على حاجه، في وقت من الاوقات ساعه لما كنا بندرس الMBA، فقبل ما ندرس الMBA كانوا بيجيبوا الطلبه اللي هم داخلين متقدمين، جابوا لهم تيم، يعني جابوا لنا تيم من انجلترا، كانوا جايبينه ساعتها من انجلترا، بتاع بيزنس سايكولوجي، قعد مع واحد قعد يقيمه ويدي لك حاجات تحلها، ويدي لك اسئله تجاوب عليها، ويدي لك اكسرسايز، تقييم للشخصيه، شخصيه، ويكلموك وبتاع 7 ومده طويله، ويكلموك شويه ويقولوا لك احكي حواديت، ويقعدوا يتكلموا معاك ويقعدوا يشوفوك ويسالوك اسئله وبتاع. وكنا كلنا متقدمين، وكان في واحد معانا انا فاكر ان هو اقل ما يقال عليه انه عبقري، شاطر جدا،
اعتقد كان الجي مات بتاعه كان عالي جدا جدا، اعلى مننا كلنا. الجيمات ده صعب جدا كاختبار. يعني طبعا انت عشان تتقدمي لازم تجيبي درجه معينه، فكنا كلنا جايبين درجه عاليه عشان نقدر نتاهل، فاحنا اصلا اوريدي جايبين درجه عاليه، هو بقى جايب درجه معديه. الولد فعلا فعلا ذكي. فدخلنا مهم واتعمل لنا التقييم، وبعدين مستنيين النتيجه، فالنتيجه لما طلعت هو ما نجحش، ما اختاروهوش، اترفض ليه مع انه اذكى واحد وانه اشطر واحد. هي مش قصه ذكاء، هو قصه انه عبقري. فاهمه يعني؟ انت فاهمه؟ انت اكتر بكتير. بتتكلم في حاجه ثانيه. الولد يعني شاطر قوي، شاطر هي الكلمه الصح. فده شاطر جدا. فاحنا قلنا الله، لو الشاطر ده ما اتاخدش مش هنتاخد. وبعدين احنا اتاخدنا وهو لا، فرحنا سالنا ايه الموضوع. فالناس بتوع بيزنس سايكولوجي قال لك ده شاطر جدا، ده راجل تكنيكال قوي، حرام يخليه يسيب التكنيكال ده ويروح يشتغل في الاداره. احنا كده الفيلد بيخسره. ده المفروض يكمل في التراك بتاعه، هيبقى في يوم من الايام واحد من الجوروز في الحته دي، نجاحه في الحته دي هو الصح. فهي مش قصه ان انت لازم تروح MBA فتبقى مدير، ممكن تبقى في التكنيكال فيلد وتبقى اشطر مهندس او اشطر فني او اشطر دكتور. بس فعلا كل واحد له رحلته. مظبوط. طيب من ناحيه تانية، واحنا بنتكلم اكتر عن عقليه رائد الاعمال، في ناس ما بتعرفش تشتغل في تيم، في ناس بتحب تشتغل لوحدها. عارفهم. شفتهم دول. الناس دي هل فعلا، يعني مش عايزه ابقى بحط افتراضات واعتبر انها بديهيه لان ممكن تبقى غلط، هل الناس دي تقدر تدير مشاريع وتنجح فيها؟ لا يعني ما هو بصي تاني، هيدير مشروع فيه بني ادمين ازاي؟ ما هو الا اذا كان هيعمل لنفسه مشروع هو لوحده بيقعد يعني. وفي الحاله ده ما بقاش مشروع، ده في واحد بيعمل سكيلز. يعني مثلا واحد ترزي شاطر جدا فبيقف يعمل شغله لوحده، ممكن يكون حد كده. لا يعني مثلا في نوع من انواع الاداره، حتى الشباب كتير بتحبه، اللي هو اونلاين، يعني يعمل حاجه اونلاين ويديرها اونلاين، مفيش تعامل قوي مع الناس، فعجبه قوي الموديل ده. لا وهي اصل القصه، بصي دي نقطه مهمه، هو التعامل مع الناس مش هو التعامل مع التيم. انت هتعمل ايه مع الكاستمر؟ خلاص، ما هتتعامل معاه ازاي؟ فلا لا يعني ده مش النموذج اللي احنا المفروض نتكلم عنه. والله اذا كان في ناس بتبقى شاطره قوي، عندها سكيل مش موجوده، فهو فني وتقني جدا فيعمل الشغل ده. يعني انت مثلا لو لقينا، ناخد المثال اللي احنا قلناه وهو مثال يعني كوميدي بس ماشي، يعني واحد ترزي مثلا شاطر قوي قوي، بيعمل بدل حلو قوي، ولا بيعمل فساتين كويس جدا، شاطر قوي قوي قوي، وايده تتلف في حرير ومش عارف يعمل ايه كويس، هيعمل الشغل، هيقعد تحت في المكان بتاعه ويقعد يشتغل. بس البياع او البياعه اللي بيبيعوا الحاجه للناس هيكون حد مختلف، لان هو مش عايز يتكلم مع الناس. خلاص، الراجل اللي هيروح يشتري له القماش من بره ويجي ويعرف يفاصل مع الناس اللي بيجيبوا قماش هيبقى حد مختلف. وعلى فكره ده موجود، وفعلا في ناس عندها مشاريع وهي بتتعامل بنفسها مع الكاستمر، بيبقى تعامل مش ظريف، وفعلا ده بيبقى من اسباب فشل المشروع. فانت اعرف نفسك، والله انت شاطر قوي، اعمل الشغل، جيب بقى حد تاني يتعامل مع الناس، ما فيش مشاكل. بس دون في الحاله دي ده يعني انت بتتكلم في ان هو قدر يقرا نفسه الاول، فمهم جدا الواحد يقرا نفسه. طيب حاجه برضو موجوده، يعني فكر كده، وبرضو حضرتك قولي بتشوفوا ازاي. في كتير قوي يقولوا ايه، انا مش عايز يبقى عندي مدير، انا مش حابب كده، وما احبش حد يقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه، وانا عايزه ابقى انا بتعامل مع نفسي. حقه تمام، ما يشتغلش مع مدير، وما يشتغلش في مؤسسه ويروح يفتح his own business ويشتغل فيه لوحده عشان يبقى هو المدير. هل ده دافع كفايه ان انا اسيب كل حاجه واسيب شغلي في الكوربريت واروح ابقى بشتغل لوحدي؟ عايزه رايي الشخصي، مش الراي اللي هو بيتكتب في الكتب. لا راي حضرتك الشخصي. لا مش دافع. ليه؟ فكره، بصي خلينا يعني برضو دي اجابه متسرعه، قبل ما تسرع في الاجابه خلينا نسال سؤال. انت مش عايز يبقى عندك مدير انك مش عارف تتعامل مع الناس، مش عارف تتعامل مع المدير، ولا مش عايز يبقى عندك مدير عشان انت عندك انوفيشنز وايدياز وانت كرييتيف، فانت اللي عايز تعمل القصه دي لوحدك؟ طب يعني لو الاجابه حاجه ثالثه، مش عايز يبقى في حد فوقيه بيقول لي اديني اوردرز؟ ما هو ايوه، ما هو ده السبب. ما هو معنى كده انت مش عايز يبقى عندك مدير. هتعمل ايه مع الكاستمر؟ هتعامل الكاستمر ازاي؟
لما يجي تديله برودكت ويجي يرجعه لك. خلاص، هنا دي النقطة المهمة. انت شخصيتك غير قبل لا تتقبل فكرة ان حد يراجعك في قضية تانية، في موضوع مش المدير بس اللي بيراجعك. خلاص، الريجولاتوريز بيراجعوك، الحكومة بتراجعك. خلاص، انت بتشتغل في مكان وعليك رقابات، وفي هيئات رقابية في الدولة او في الصناعة اللي انت بتعملها، هتيجي تقول لك صح وغلط. خلاص، الزبون هيجي يقول لك صح وغلط. فعشان كده بقول لك السبب ايه. خلاص، في واحد يقول لك انا ما مش عايز، يعني انا سمعت كلام ان انا ما احبش حد يقول لي تيجي الساعه كام ولا تمشي الساعه كام. حضرتك سمعت قابلت النوع ده من قابلت الناس دي كويس، بس انت هتشتغل ازاي؟ هتروح تفتح بيزنس، هتنزل تفتح شغلك ولا تبدا تقوم لشغلك في نص النهار؟ مش هتنجح. خلاص، فهي الفكره مش فكره ان انا بحبه وما بحبش، هو فكره الحقيقه ايه ورا الموضوع ده. يعني انا فاهم ان الظاهره ان انا مش عايز مدير يقول لي خلاص كويس، علشان ما بتقبلش النقد يبقى عندي مشكله احلها، ولا عشان انا كرييتيف فعايز اطبق افكاري؟ خلاص ده موضوع تاني. لا، انت هنا كرييتيف، انت مش مشكلتك كده، انت مش عايز بس حد يخنق لك افكارك فانت عايز تطلع بافكارك، ده موضوع تاني. ممكن حضرتك فكرتني بالمنتور بتاعي انا شخصيا لما كان بيعلمني الصبر اكتر، فعلمني ده بطريقه انه خلاني اعمل افعال بتاخد وقت طويل. يعني نزرع حاجة، نعمل أي حاجة بتحتاج وقت طويل جدا على بال ما أقدر أجني ثمارها. وده يفرق معايا في حاجات تانية بقى في الشغل ملهاش علاقة خالص بالزرع اللي أنا زرعتها، وإنما القيمة نفسها اللي أنا اكتسبتها. فأنا عايز أسأل حضرتك، من 10 سنين فاتوا والنهاردة إيه الحاجة اللي ما كانتش موجودة عندك بس النهاردة قدرت تكتسبها؟ يعني جزء كبير منها الصبر اللي انت بتتكلم عنه، فده فعلا ده حقيقي. يعني الصبر دي فعلا حاجة اتعلمته ازاي؟ اتعلمت ان انت لما ما بتصبرش ما بتنجحش كويس. خلاص، انت لو عايز تنجح يبقى تنجح. اتعلمته عن مثلا فشل في تجارب معينة، ولا لما شفت تجارب مثلا فشلت؟ لا، شفت ان انت لما بتسيب الحاجة بسرعة خلاص وما بتكملهاش بتفقد فرصة، ودي opportunity. فانت بتفقد الفرصه دي. ليه بتفقد الفرصه؟ طالما انت مقتنع، طالما انت عندك القدره، طالما انت السكيلز بتاعتك قويه، طب ليه ما تعملش كده؟ ليه ما تكملش؟ فلا، انا مقتنع ان هو يعني دي من الحاجات اللي الواحد يتعلمها. واحنا بنحضر للحلقه دي حضرتك كنت حكيت حكايه كنت احب ان انا يعني اسال حضرتك فيها ونشاركها مع ناس تتفرج علينا في ستارت اب سينك. احنا كنا بنتكلم عن الرياضه وعن الرياضه غيرت فينا ايه. فحضرتك قول لي الرياضه علمتك ايه في البيزنس؟ انا كنت بلعب فروسيه او ما زلت يعني، بس طبعا زمان كنت بلعب اكتر. فالفروسيه التعامل مع الخيل بيديلك ليدرشيب سكيلز. خلاص، بيديك فهم ان انت بتتعامل مع كائن وانت بتتكلمش نفس اللغه بتاعته، يعني صيغه التفاهم مش هي صيغه التفاهم الطبيعيه اللي ممكن تكون مع البشر. بتتعامل مع كائن قوي اقوى جسمانيا. خلاص، الحصان او الخيل ما هوش حيوان اليف. خلاص، هو خلاص هو بيتروض بيتعلم، بس هو مش بطبيعته حيوان اليف، هو حيوان صعب. فلما تتعاملي مع يعني الرياضه دي خلت الواحد يبقى عنده جزء منها القياده، جزء منها انك برضو تكون عندك السنس، الاحساس، الرحمه، انك تتعامل برضو مع كائن بقى مسؤول منك. خلاص، رغم انه ممكن يكون اقوى وممكن يكون ما بيسمعش كلامك زي ما انت متخيل انه المفروض يسمع كلامك. فده لا، ده كان مهم يعني واحنا بنتكلم كده عن ستارت اب سينك وعن البيزنس بشكل عام، يعني وانا بسمع حضرتك في قيم كتير قوي بنحتاجها في البيزنس بس بنتعلمها من حاجات تانية ملهاش علاقة بالبيزنس. صح. ممكن تكون تجارب، ممكن تكون حتى على السوشيال ميديا قصة شفناها او حاجة احنا عشناها بشكل شخصي. فانا بشكرك جدا على وجودك معانا وعلى كل الاضافة اللي اضفتها لينا، وان شاء الله مش اخر حلقة تكون مع حضرتك. الف شكر لحضرتك. شكرا. الف شكرا ليكي. ميرسي جدا. شكرا لحضرتك.